النهارده عن موضوع مهم جدا بيقابل بايكرز كتير. بايكرز قديم وبايكرز جديده، ويمكن ناس كتير من القديم بيرتبك ومن الجديد بيرتبك، بيبقى ماشي في طريق ممكن يبقى طريق عارفه بس هو سرح شويه وفجاه لا الطريق بيلف، طريق بيميل، كورنرينج، فاهم؟ والبايكرز الجديد هو مش متعود ان هو ماشي يبص يلاقي مره واحده الطريق بيميل. هو راجل ماشي بسرعه جدا فجاه الطريق مال. بايكرز قديم بيقول لك انا جدع، انا هدخل هلف، همشي بقى وايه، هميل وهعمل. هو موتوسيكلك ما بيحسبهاش كده. انت جدع، موتوسيكلك ما بيحسبهاش كده. الموتوسيكل بيحسبها سرعه، زاويه، سرعه اللي انت ماشي بيها وزاويه الميل بتاعته، هياخد الكيرف ازاي. فانا لازم ابقى فاهم موتوسيكلي، لازم موتوسيكلي يحس بيا. تمام. تاني حاجه انت لازم تبقى عارفها، ان طريقك او موتوسيكلك هيمشي على نظرك. بمعنى لو انت بصيت للسور هتدخل في السور، لو انت بصيت للرمل هتنزل في الرمل. تبص فين؟ تبص لطريق هربك، تبص لطريقك اللي انت هتخرج منه ازاي. تمام. طيب الكورنرنج المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا بخفف فيها سرعه. الكورنر له تكنيك في الدخول، بيبقى ازاي؟ بيبقى اوتسايد، انسايد، اوتسايد. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله؟ ايه يا عم الجعلصه اللي انت بتقولها دي؟ يعني انت كلام كبير قوي ان انت بتقوله لي. هتعامل مع البتاع ازاي؟ اولا في الكورنر المفروض ان انا ما ادخلش بسرعه، لازم اخفف السرعه بتاعتي. تاني حاجه لازم ما امسكش فرامل، لازم فراملي تبقى في نقطه بوينت قبل الموضوع بكتير، قبل ما ادخل المنحنى بتاعي ده بوقت كافي ان انا ابدا ان انا اسيب فراملي وادخل الكورنر. الكورنر ما بمشيش ماسك، لان لو مسكت فرامل قدام هتزحلق، لو مسكت فرامل ورا هيلف. فانا المفروض ابقى عامل حسابي في نقطه قبل ما ادخل المنحنى بتاعي او الكورنر بتاعي ده، ابقى عاملها. لازم يبقى عندي مسافه تقديريه. دي اول حاجه. تاني حاجه، وانا داخل، هو الشارع مش بتاعي لوحدي، فمش هو يميني شمالي بقى والدنيا زي ما عاملين كده، لا، لازم ابقى محدد انا داخل ازاي، في نقطه دخولي ونقطه خروجي منه. نقطه دخولي، تمام، وانا داخلها زي ما هنشرح كده، هنوريكم على الورقه. ده مثلا مثال لكورنر. تمام. انا البايكر هنا سرعته 80. تمام. الراجل هيجي اوتسايد من هنا وبعدين يبدا يخفف سرعه. لازم ابدا من هنا افرمل، يعني لازم فراملي تبدا بدري. ليه تبدا بدري؟ عشان انا هاجي هنا كده هسيب فرامل، هبقى ماشي بسرعه البايك بتاعي، السرعه بتاعته اللي هي المتوسطه، ممكن ابقى حاجه بسيطه جدا على فرامل بس مش ماسك فرامل. تمام. وهبدا ادخل، يعني انا لو ماشي هنا 80 همشي كده هبقى هنا 50 او 40، وابدا اخد الكورنر من جوه وابدا اخرج اللي هو اوتسايد. انا كده بره اهوت، وبعدين هنا انسايد وبعدين اوتسايد. انا هنا 80 دخلت هنا بقيت 40. هنا ممكن ارجع تاني 80. بزود بنزين منين؟ ما ينفعش ازود من هنا. انا لو جيت من هنا وزودت بنزين همشي البايك بتاعي المساعد ما يفتح حاجه هدخل هنا، مش هيكمل معايا الكيرف بتاعي. طب انا لو جيت من هنا ومسكت فرامل، همسك فرامل هنا، تمام، يبقى انا هكمل كده وهدخل في السور. تمام. يبقى انا محتاج وقت كافي. يعني انا هنا سرعه 80، هاجي هنا همسك فرامل، هنا السرعه بتقل كده 70 60 50، هنا 40، بقيت في الكورنر هنا 40، هبدا الف وابدا من هنا تاني ازود. ما ينفعش امسك فرامل هنا، ما ينفعش ادوس بنزين وانا جوه الكورنر نفسه، لان ده هيوسع الزاويه بتاعه المنحنى نفسه. هبص الاقي نفسي دخلت في الحيطه هنا. تمام. فده حاجه لازم ان احنا نراعيها كويس جدا. ده بالنسبه للمنحنى حرف ال. تمام. ممكن يبقى عندنا منحنى زي ده. انا دلوقتي جاي البايكر جاي من هنا برضه سرعته 80، انا لازم ابدا افرمل هنا، لازم احط نقطه ابقى انا عارفها ان انا البايك بتاعي بامكانياته بدنيته بوزنه بكل حاجته دي، وهبدا ان انا ابدا افرمل هنا وابدا ادخل هنا اوت سايد اهوت، هبدا اقرب هنا انسايد وبعدين اخرج تاني اوت سايد. انا بدات افرمل هنا وهبدا ازود بنزين هنا. ليه؟ عشان انا جوه المنحنى هنا ما ينفعش امسك فرامل ولا ازود بنزين. مسكه الفرامل عشان ارجع تاني لسرعه البايك المساعد هيفتح، او لو زودت بنزين المساعد هيفتح، يبقى زاويه الدوران بتاعتي وسعت، يبقى انا جيت هنا، انا خبطت هنا ما كملتش اللفه بتاعتي. تمام. فانت لازم حاجات لازم تبقى عارفها. لازم وانت جوه المنحنى انت مش جدع، انت بتعامل حاجه ما بتحسبهاش جدعنه، بتحسبها بسرعه وزاويه دوران. يبقى انا لازم اراعي الموضوع ده كويس جدا مع سيطرتي انا عليه بقى، يعني انا وشطارتي عليه. ممكن ادخل بيه، يعني انت حتى لو بصيت في التراكنج في التراكس بتاعت الريس والكلام ده كله هتلاقي ناس بروفيشنال وبيجي في ملف الموتوسيكل بيلعب منه بيرقص منه. ليه؟ عشان هو قرص، خد الزاويه بتاعته قرصه، مسك عليها فرامل، حصل اي ايشو معاه.
دمتم سالمين. حافظوا قوي على الموضوع ده، لان زي ما قلنا الموتوسيكلك هيمشي على وجهه نظرك. يعني ايه وجهه نظرك؟ هيمشي على بصتك، بصه عينك اللي هتخرجك. فلما تيجي تدخل حاجه زي دي، بص على نقطه هروبك مش نقطه خروجك مش نقطه دورانك في الملف. يعني حاجه ادخل الملف ابص على نقطه الهروب، هيروح معاك في نقطه الهروب. دمتم سالمين، سوقوا بامان، كل سنه وانتم طيبين.